كنت أول مرة أعرف إن العبد عمل معمول، فقلت أجربه معاكم، بس مش هجربه لوحده. فجبت معاه معمول من شركة بسكو مصر، وجبت معمول أبو عوف، ويلا نقارن ما بينهم. طيب، هو للأسف ولظروف خارجة عن إرادتنا معمول أبو عوف اتكسر، فمش هعرف أقارن الحجم قد إيه. طيب، هو بالنسبة لمعمول أبو عوف أنا عارفة إن هو طعمه حلو، لكن مش عارفة حجمه ايه بالنسبة لحجم العبد وحجم بسكو مصر. هو سعره 9 جنيه. ده معمول بسكو مصر، حجمها كبير بس حاساها ناشفة. دي سعرها 6 جنيه. يلا ندوق بسكو مصر. هي مش ناشفة زي ما كنت متوقعة، مش ناشفة. بس يعني الطعم يعني عادي، يعني في احلى من كده. يعني طعمها مش حاجة بقى، مش واو. وحتى طعم التمر نفسه مش قوي كده، لا. وده معمول العبد، حجمها صغير بالنسبة لبسكو مصر، سعرها 9 جنيه. طيب، يلا نشوف معمول العبد. يلا ندوقه. هو نفس الطعم، بس الفرق ان التمر هنا عليه قرفة، او انا مش حاسة بالتمر اصلا، انا حاسة بالقرفة اكتر، بالعجوة. بس انا حاساها قرفة. هجرب تاني كده. هي بتاعة العبد يعني للأسف ما عجبتنيش. هو بسكو مصر ارخص واكبر، وطعمها معمول. يعني طعمها مش قوي قوي برضو. بس برضو يعني ما فيش حد منهم اداني طعم المعمول اللي هو. يعني انا حاسه ان بعوف كان هيبقى احلى، بس للاسف اتكسر. بس هدوقه واقول لكم، يعني برضو هي دي عجوه بقى، يعني دي شايفاها عجوه، لكن التانية حاساها قرفه قوي. وزي ما توقعت ان طعم ابو عوف، معمول ابو عوف كان الاحلى. وهو في انواع كتير قوي، بس انا جبت بنفس الطعم اللي هو البلح عادي، التمر يعني او العجوة، علشان تبقى المقارنة بس ما بينهم يعني زي بعض، يعني اعرف ان انا اقارن ما بينهم مش اطعم تانية. وانا دقته برغم انه مكسر، بس طعمه حلو قوي. يعني هو فعلا لا احلى واحد. وبس كده، ودي كانت مقارنة سريعة مين احسن معمول فيهم، واكتر واحد عجبني هو فعلا ابو عوف. وشكرا ليكم، واستنوني في فيديو جديد.